النهارده بقى هنعمل مع بعض البيتزا اللي انتوا شايفينها دي. شايفين عامله ازاي؟ بجد تحفه. ومش تاخد مننا غير 5 دقايق بس بالتسويه بكل حاجه. شايفين النتيجه عامله ازاي والجبنه طالعه عامله ازاي؟ تعالى اقول لكم على شويه اسرار كده هتخليكم تعملوا بيتزا في 5 دقايق. اول حاجه هنجيب معلقتين صلصه، وفص توم، ومعلقه ملح، معلقه فلفل. بعد كده هنزل بعودين زعتر فريش، طبعا الزعتر ده بيوديه في حته تانية خالص. مهم قوي يا جماعه في البيتزا بجد الزعتر الفريش. ولو في ريحان كمان يبقى مية مية. ومعلقه زيت زيتون او زيت عادي، وشويه ميه صغيرين. وهنحط معلقه سكر صغيره برضو عليهم، ونقلب الكلام ده كله في بعض. هنطلع صوص بيتزا سريع بس بجد بنتيجه هايله جدا. هنجيب بقى الصاج بتاعنا كده، صاج تيفال او صاج عادي مدهون سنه زيت خفيفه. وبعد كده برص التوست بتاعي. وبعد كده بدهن الصوص ده بقى بالفرشه كده. ادهن كويس، اتاكد ان كل حته خدت صوص. زي ما انتم شايفين كده، بعيد عليهم تاني. وبنزل بالجبنه الموتزاريلا. بجد طريقه بيتزا سهل التحضير، وبتطلع نتيجتها هايله. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. بعد كده بنزل بقى بالسلايزات الطماطم. الطماطم يا جماعه انا مقطعها رفيع قوي، على قد ما بقدر بقطعها رفيع. لان ده بيفرق معايا، لو السمك تخين شويه بتنزل ميه على التوست وبتخلي ما بتدينيش نتيجه هايله يعني. وبعد كده بنزل بقى فلفل اخضر او فلفل الوان اللي انا عايزه. وشويه زيتون كده، ايه، شرايح اسود. يديني شكل حلو وطعم برضه. برص الكلام ده كله كده. واكون مشغل الفرن قبلها طبعا على درجه حراره 250. برش بقى شويه زعتر كده على الوش. ويلا بينا ندخل الفرن. زي ما انتم شايفين كده، بديها مثلا دقيقتين ولا حاجه. تحت بقى اروح مشغل الشوايه عليها تاخد اللون من فوق، لان كل حاجه مستويه. يعني التوست مستوي وكل حاجه مستويه. شايفين العظمه؟ بجد تحفه وريحتها حلوه قوي. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. بص بقى السلايس ده. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ يا جماله. بجد تحفه. لازم تجربوها. سلام.